أنا بنفسي أتكلم عن نفسي أقول له ركبت مع مطاوعة، مو أنا ركبت معهم، ركبني واحد شيخ معهم، كنت طالع من مكة القصيم، ويوم ركبت قال لي الشيخ جزاه خير أبو عبد الله، قال اركب معهم، قلت خلني معك، قال لي اركب معهم. ركبت وزكت السيارة عنهم ومشيت لي 50-60 كيلو عن مكة، ولبكت عند محطة فيها ماكينة سكريم، تعرفون سكريم ذا اللي بالماكينة، واشتريت سكريم. يوم ركبت السيارة وصرت ألحس السكريم صاروا كذا يناظرون بي، أنا سخفت الحقيقة، قلت يمكن نقط على السكريم. قالوا أتلحس؟ إي والله يا أخي عشان يلحس السكريم. قالوا أتلحس؟ هم يتكلمون لغة عربية فصحى. قلت هل في التلحيس بأس؟ قالوا نعم، اتق الله ودع التلحيس فإن هذا خال من المروءة. قلت أخوي أنا شايفني ألحس وسط السوق، أنا بالسيارة طريق سفر ما عندي أحد بالسيارة. قال اتق الله، لا يجوز هذا، اتق الله ودع التلحيس. وصاروا يجون علي، قلت اسمع أيها القوم هم يتكلمون لغة عربية، لن أترك التلحيس حتى ينتهي السكريم واهجد الله جزاكم خير. والله يا أخوان ما وصلت منطقة حوالي 600 كيلو اسمها الجدية، نشفوا ريقي، اشتريت فصفص ناظروا بي، حب تسمونه، أتأكل الحب؟ اشتريت علك البار غندورة، أنت امرأة تعلك، رجوا مخي، حرموا علي العلك والفصفص والسكريم. شو العالم ذي؟ هذول الآن مطاوعة، لكن شديدين ولا لينين؟ هاجر نبيل في نوعية مثل كذا. ترى في بعض الشباب الله يهديه يروح لجمعية الإصلاح ولا أحياء التراث ولا أي جمعية خيرية في الكويت ويزيد إيمانه ويتقوى إيمانه، وأبوه ما زال في ضعف إيمان، فأول ما يدخل على أهله يسوي لهم مشاكل. واحد عندنا الله يهديه خلوا الأخوات عند التمثيلية وقاعدين يتفرجون المنسجمين، قال ويلكم يا قوم أتنظرون إلى المنكرات، ويأخذ التلفزيون طق 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 يكسره. جاء الأب وين التلفزيون والبنات يصيحن، أخونا ذا اللي كسر التلفزيون، ويأخذ العبال ويبدأ شحطه، أحد الله يجزاك خير، وينك وين بلال بن رباح، والله ما عندك سالفة. الآن هذا سبب حساسية لأبوه ولا ما سبب؟ رد يا أخوان. أبوه يمكن يكره الجماعة اللي راح معهم، وين رحت؟ قال راح جمعية إصلاح، الله لا يوفقها الجمعية. ليش؟ لأن الولد ما أتى بالطريق السوي الصحيح، وإلا ترى غالبا الناس غالبا فيهم فطرة، قد يكون فيهم شواذ أمثال فرعون عندما شط على موسى وأنكر، وإلا الأصل إذا جيت للناس باللين أنا أحلف بالله أن 80 إلى 85% يقبلون. أرى تأثير على شباب وشابات الأمة مثل الإعلام. الإعلام هو الذي وضع بصماته في كثير من الشباب، هو اللي صور قضية الشاب أنه علاقته بوحدة خلاص تكمل حياته، إذا حب واحدة الشاب الآن هذا باعتقاده أنك ملت حياته. قلت لواحد شاب زام علي قبل كم يوم أنا أحب واحدة ويا شيخ ما أنا وحالتي حالة، والله يا شيخ إني حالتي حالة، صدق يا شيخ إني أكلمك وإني أتخيلك هي. قلت عيب عليك يا أخي رجال تخيلني ما تستحي على وجهك. قال اعذرني يا شيخ والله إني أتخيلك إنها هي. قلت عيب يا أخوي تأدب معي. فكلمت شوي وخليته وجهت بعض التوجيهات، والله العظيم زام علي، أمي تشهد كانت معي الله يمتع بها، زام علي قال يا شيخ الله يشرح صدرك ينشرح صدري، ولا منولي بنته. خير من قال لك الحب حرام، لكن اترك حب قلة الحياة اللي على ما قال الشيخ أي واحدة في السوق يحبها وخلاص. شو الكلام ده؟ إذا جت مرحلة وتخرجت من فترة الدراسة الحمد لله أهلك بيزوجونك مو مقصرين، صح ولا يا شيخ نبيل؟ لا تسبق الأحداث.